مواجهة قوية في الدوري الإسباني تجمع بين العملاق ريال مدريد والطموح سيلتا فيغو. مباراة تحمل صراع النقاط والطموحات، فهل يواصل الميرينغي مطاردة الصدارة أم يفجر سيلتا مفاجأة جديدة؟ التحليل الفني قبل المباراة. يدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ويواصل مطاردة الصدارة بقوة، بينما يحتل سيلتا فيغو المركز السادس برصيد 40 نقطة من 26 مباراة. التشكيل لريال مدريد. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. حراسة المرمى تيبو كورتوا. الدفاع ترينت ألكساندر أرنولد، أنطونيو روديغر، دين هويسن، فران غارسيا. الوسط أردا جولار، أوريليان تشواميني، تياغو بيتارش. الهجوم فيدريكو فالفيردي، غونزالو غارسيا، فينيسيوس جونيور. التحليل التكتيكي لريال مدريد. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. ريال مدريد غالبا سيعتمد على 4-3-3 تتحول إلى 4-2-3-1 أثناء الهجوم. مفاتيح لعب ريال مدريد. السرعة على الأطراف. وجود فينيسيوس جونيور يمنح ريال مدريد سلاحا خطيرا في التحولات، حيث يعتمد الفريق على المساحات خلف دفاع سيلتا. تحركات فالفيردي. اللاعب الأوروغواياني عنصر حاسم في الضغط والاختراق، ويقدم موسما مميزا من حيث الصناعة والتقدم الهجومي. التحكم في وسط الملعب. وجود تشواميني يمنح التوازن الدفاعي، بينما يتحرك أردا بولر بين الخطوط لصناعة الفرص. التشكيلة سيلتا فيغو. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. حراسة المرمى إيونو رادو. خط الدفاع خافي رودريغيز، جوزيف أيدو، كارلوس دومينغيز. خط الوسط أوسكار مينغويزا، ميغيل رومان، إيلايكس موريبا، سيرجيو كاريرا. خط الهجوم فير لوبيز، فيران غوتكال، هوغو ألفاريز. تحليل فني أسلوب لعب سيلتا فيغو. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. سيلتا هذا الموسم فريق منظم يعتمد على الضغط المتوسط في وسط الملعب، التحولات السريعة، استغلال مهارة ياغو أسباس في صناعة الفرص، كما أن الفريق سجل نتائج قوية مؤخرا وحقق 4 انتصارات متتالية قبل هذه المباراة. أرقام مهمة قبل المباراة. ريال مدريد فاز في 8 من آخر 9 مباريات بالدوري. سيلتا خسر آخر 6 مباريات على أرضه أمام ريال مدريد تاريخيا. الفريقان يسجلان بمعدل يقارب 1.6 هدف في المباراة هذا الموسم.